صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. أول ما نبدأ به الصفحة هي قهوة الصباح، وقهوتنا اليوم في فقرة قهوة مع حضرة معنا شخصية مميزة، شخصية من الجزائر إلى العالمية من خلال أغانيها اللي عبرت على المشاكل وأيضا الآفات الاجتماعية. حملت الأقدار وكثير من الأغاني المميزة وبموسيقى كثير جميلة ورائعة. ايش رايكم نتعرفوا عليه؟ حميد بارودي. حكمت القدر اللي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جوارك برد ناري. حكمت القدر اللي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جوارك برد ناري. حميد بارودي الفنان الجزائري العالمي اللي بزغت موهبته منذ الصغر من خلال الموسيقى اللي تميز بها وأغانيه اللي تعبر عن واقع المجتمع الجزائري. أغنية كربنتو بغداد اللي دخل بيها للعالمية يا يما وغيرها من الأغاني. بعد أكثر من 35 سنة من مشواره الفني ما زال الفنان حميد بارودي محافظ على أسلوب أغانيه وحتى اللوك اللي تميز به. صباح الخير عليكم. والفنان المميز اللي تميز دايما بموسيقته وبأغانيه الرائعة ودخل العالمية من خلال أغاني كثيرة، حميد بارودي، مرحبا بك في قهوة معه. مرحبا بك أخت سعاد، وأنا راني فرحان يعني بزاف بوجودي هنا في هذا الجماعة وهذه التقصيرة وهذه الحلقة تاع قهوة. بدنا رانا نهضروا على القهوة اللي كان يحكي لنا حميد بارودي علاقته مع القهوة. أنا بكل صراحة مانيش تاع قهوة لكن تاع أتاي. أنا كي قلت لهم جيبوا لي أتاي قلت لهم من فضلكم، قالوا لي الأتاي تاعش تاع الشكارة هذيك ولا تاع الليبتون. وانت تعرف انه الشباب اليوم لما يشوفوا حميد بارودي على التلفزيون يقولوا هذا شخص اكيد طلع بالمعرفة وما دار حتى لازم يكون عندك واسطة، لازم يكون عندك كذا، هذا وصل رابيد. لكن حميد بارودي أكيد خطى حواجز في الحياة. ابن تيارت معروفة بصعوبتها. أنا من مدينة تيارت وحنايا نقول لك بكل صراحة، أنا لي زوريجين ديالي هو مكناسي، يعني مكناسي أكثر من 11 قرون، ومفتخر بلي زوريجين تاعي. لماذا؟ لأن الأم تاعي زايدة في خيمة واشمة، وكانت تجي عندي ألمانيا وتلبس جزائري واشمة ونطلعها معايا في المنصة وتقعد معايا وما نحشمش بها، ما نحشمش بالتقاليد تاعنا. وأنا خارج من أسرة فيها يعني إخوات وأخوات عديدة، ما نقولش يعني العدد تاعهم كاحترام لله. يقول لك معليش حنايا 13 واحد، الله يبارك. وانا يعني انا في الوسط، انا كيما نقولوا الولد الساندويتش كاين بين 6 منا و6 منا، سادير انا في الوسط. تسمى كنت عايش في عالم تاع حلم، كي كانوا خاوتي ياكلوا ويفرحوا، انا صامت وعايش كيما نقولوا في قوقعه تاع حلم. شنو هو الحلم تاعي؟ كنت نمشي للسينما ونشوف الافلام ونحب نكون اكتور تاع سينما. وحنايا الاسره تاعنا هاديه بسيطه. الاب تاعي مكسب، دار ثوره، ما عنده فيش كومونال لا والو، والحمد لله مفتخرين. وانايا ما عندي دار، ما عندي لوطو. كيفاش اكيد قلت لي نحلم ونحب نكون ستار ونحب، لكن كيفاش بديت مشوارك؟ البدايه تعرف حميد بارودي صعبه. ايوه. تخيل انه احنا في عائله، والعائله ما عندها حتى علاقه بالفن. أيوة. ولا علاقه بالاعلام. أيوة. ولا علاقه انه يعطيني ممكن واحد يد ونمشي للطريق هذيك، فتكون ظلمه. كيف ممكن نور الطريق وفتحت الحواجز ومشيت في حلمك؟ سؤال ذكي. لماذا؟ لأن هذا السؤال كل فنان يتمنى به واحد صحفي يطرح له سؤال مثل هذا. بعض
بعض المرات كي ديري استجواب تتمني تقول يا رب يكون هذا الصحفي يحط لي واحد السؤال، ولكن انا مش ممكن عليا نقول له اسالني في موضوع معين. كي كنت صغير كان عندي صحابي في مدينه تيارت، وراهم يسمعوا فيا وراهم يشوفوا فيا ويتفكروا. احنا ناس قلالين نمشوا كيما كل واحد عنده حلم، كان يبغي يروح الماريكان، كان يبغي يروح يقرا يرجع، كان يبغي يرجع كيما نقولوا لاعب تاع كوره مشهور مثل الاخضر بلومي او مثل السعيد عماره او رشيد مخلوفي ولا الوقت تاع هذاك الوقت. وانايا كنت نحلم باه نغني، والغناء منين جاني؟ لان الام تاعي كي كنت صغير كانت تربطني فوق ظهرها، وكما نقولوا احنا بكري تاع العرب تحزمني بالبشكير ديالها، تحزمني. وانا كي نرقد هي تكون قاعده تغني الغناء تاع شي الخالدي وتاع. تفكر لها درك كيفاش كتغني في هذاك الوقت؟ تغني لها، كانت تغني وتغني تاع نوره وتغني تاع. شحال كان في عمرك هذاك الوقت؟ كنت صغير، كنت عندي 2 أو 3. كانت تحكي لي اختي كبيره او خويا كبير، كانت تغني يعني ما تقعد ترقص لوحدها، ما كاش الناس راهي لوحدها. تعرفي المراه كي تكون في الدار طيب وتوجد في المرقه وكاع قدام الفطور، تقعد تغني لوحدها ومع جارتها تحكي. وانا كنت نرقد ونسمع، وهذاك الايقاع هذاك الايقاع كان يدخل لي في الجسد تاعي. ومن بعد كي ولدت، يعني كي كبرت وليت نمشي وكاع، كبرت يعني مع اغاني تاع نوره وتاع دلياسة وتاع كلثوم وعبد الحليم حافظ فات الحمامه وهذوك. ولات الام انت عمري كتبوني عليك، نسمع هذا الصوالح ونسمع تاع يا طويل الرقبه غني، وتغني تاع القصبه وتاع تسمع هذوك دخلوا في جسدي، ماهوش لازم عليا نتعلمهم، كنت رافدهم في الدم ديالي. يعني كما نقولوا التقاليد الجزائريه، القصبه والحوزي واسمه العنقه والناس الكبار. من بعد تحت عندنا كانوا عندنا احنا بكري ما عندناش تلفزيون كما الان، عندك 500 قنوات كما قال لك 500 شان كي فوزونشان، شادينك بالسلسل وتقعد تشوفي. احنا عندنا تلفزيون واحده وكاع الجوارين نشروا تلفزيون واحده، وكاع الجوارين يتلامدوا يشوفوا هذيك التلفزيون نواري بلون، تبدا على 12 تاع الصباح وتكمل على 11 تاع الليل ولا 12 تاع الليل نتفرجوا. وغدا ما رأي حميد بارودي في مسابقة ملك الوسامة للرجال. وحصريا في فقرة قهوة معا يحدثنا حميد بارودي عن فيلمه الجديد.